يا صباح الفل او مساء الفل على حسب التوقيت اللي بتشوفي فيه الفيديو. اهلا وسهلا بيكم في قناتي، قناة مامي تلا. نورتوني وشرفتوني، ووجودكم مفرحني ومشرفني. ان شاء الله هنعمل في الفيديو ده حاجتين كده، بصوا ما بيختلفوش عليها اتنين. كوباية شاي بقى مع كيكة كده بالبرتقال، حاجة بصوا خطيرة. يعني بصوا شكلها وارتفاعها برضو، وكمان الريحة بتاعتها وهي بتتعمل بجد تحفة. يعني هي بس كانت محتاجة كوباية شاي وحاجة كده قمر في اللذاذة. طبعا الاول حاجة كنا اتغدينا بقى وعملت لهم الجمال بتاع الكيكة بالبرتقال. هنا كده عملت مكرونة بشاميل بالفراخ ومكرونة بشاميل باللحمة. هقول لكم ليه بقى وايه التفاصيل. لان هنا والدتي ربنا يخليها لي يا رب كانت عندي، وبصراحة يعني كده بتحب المكرونة بشاميل باللحمة. فانا كان عندي الكمية دي كده من اللحمة، طلعتها كمية بسيطة يعني مش كتير. بس الحمد لله يعني كانت أدت الغرض بصراحة. ومعايا كمان صدور فراخ، عملتها كده بالمقص مربعات، وبقت معايا بالشكل ده. وكنت كمان سلقة المكرونة. هنا كده دي بصلتين حلوين كده فرماهم، وبدأت ان انا انزل بالبصل كده واديهم تشويحتين حلوين لغاية ما ياخد لون اصفر كده ويدبل معايا. بعد كده جبت توم، وبدأت ان انا اديله برضو تشويحتين حلوين كده لغاية ما يصفر معايا، وكمان الريحة بتاعته تطلع. في الجنبين برضو عملت كده. يعني الطاسة اللي هناك دي نفس النظام برضو، بس هتختلف. اللي هنا فراخ والتانية هيبقى لحمة مفرومة. بعد كده جبت مرقة، عملتها بالشكل ده. دول كده مرقتين فرمتهم كده ناعم علشان كمان المادة الحافظة تطلع منها، وادت لها تشويح. بعد كده نزلت بصدور الفراخ المربعات بالشكل ده كده. هديها بقى تشويحة حلوة كده مع البصل والثوم وكمان مرقة الدجاج بالشكل ده، وشمي بقى الريحة الخطيرة. هنا برضو حطيت معلقة كده من الثوم المفروم، وبدأت ان انا اقلبهم كده على جنب. وبعد كده قلبته كلهم مع بعض، البصل والثوم. ونزلت برضو بالمرقة. شايفين بقى الجمال، خطيرة جدا. بعد كده ادت لها برضو تشويحة، وبعد كده نزلت بكمية اللحمة المفرومة. حلوة جدا الطريقة، وسهلة وبسيطة، ومفيش اجمل واسهل من كده. بعد كده جبت فلافلة، كان عندي الفلافلة ديت خضرة وصفرة. عندك بقى حابة ان انت تحطي فلافل الوان اكتر من كده الاحمر وتظبطي بقى الدنيا ظبطي. ده كان عندي المتوفر، وادت لهم تشويحة كده زي ما انتوا شايفين. بعد كده نزلت بشوية من الفلفل الاسود، بدأت ان انا اديهم تشويحة كده كله مع بعض لغاية ما ياخدوا ويدوا كده مع نفسهم، والريحة بتاعتهم الحلوة تطلع. بعد كده انا كنت غليت اللبن وشلت اللبن بقى، وبدأت ان انا جبت حلة صغيرة كده هبتدي ان انا اعمل فيها البشاميل. دي الحلة الكبيرة هعمل فيها البشاميل، والحلة الصغيرة التانية دي بعمل فيها الشوربة بتاعة المرقة. جبت هنا حبة من الزيت، وبدأت ان انا نزلت بمرقتين من الدجاج، اديت لها تشويحة اتحمرت شوية. وبعد كده نزلت بكوباية كبيرة مليانة من المية. يعني الكوباية اللي انا نزلت بيها بقيمة كوبايتين حلوين كده. تمام. هنا كده نزلت بست معالق من الدقيق، عليهم شوية حلوين كده، يعني حسب تقديرك كده للحاجة. من الزيت، عندك سمنة حطي 6 معالق من السمنة. بس كده بدأت ان انا ادت لها تشويحة حلوة جدا للدقيق علشان الريحة بتاعته تطلع. وكمان يتحمص تحميصة خفيفة كده معايا. بعد كده ادت لهم تقليبة مع بعض. وبعد كده نزلت باللبن. اللهم صل على النبي. نزلت بالشوربة بتاعة المرقة، واديت لهم تقليبة حلوة مع بعض لغاية لقيتهم كده مسكوا في بعض. ما تخافيش خالص، هيبقى فيه تكتلات بس مع التقليب كل ده هيتفك وهيبقى مية مية. بعد كده نزلت باللبن، واديت لهم رشة من الفلفل الاسود، وطبعا عايزة تحطي كمان رشة من الملح تظبطي الدنيا اكتر. تمام، مش هنكتر في الملح علشان كمان المرقة بيبقى فيها ملح واحنا عارفين الكلام ده، فما تبقاش حادقة معانا البشاميل، عشان البشاميل ما يبقاش حادق معانا.
بعد كده جبت البايركس وحطيت بقى شوية من البشاميل والدنيا حلوت كده، خدت شوية من المكرونة وبدأت ان انا اقلبهم بقى مع البشاميل، وزي ما انتوا شايفين الجمال كده. ونزلت بالخلطة الجبارة بتاعت المكعبات الفراخ. بصوا كانت ريحتها قلبة المطبخ بجد. ونزلت بشوية كمان من المكرونة، وبدأت ان انا انزل عليهم البشاميل كده بالشكل ده، وسويته بقت معايا كده خطيرة. بس كده هدخلها بقى الفرن وهي على النار بقى متوسطة كده لغاية ما تتظبط معايا. وطبعا بقى كل واحدة وحسب الفرن بتاعها. وفي الاخر خالص هديها وش كده حلو. دي كده اللحمة، شايفين بقى رهيبة رهيبة، والحمد لله كفت ووفت بصراحة. ده كده البايركس اللي هو الصغير، انا كنت عاملة في الوسط وفي الصغير. بصراحة الاتنين كانوا احلى واطعم من بعض، حلوين جدا جدا. وظبطتها زي التانية دخلتها برضو الفرن، وطلعوا معايا وبقوا معايا بالشكل ده. وطبعا خدوا وش كده تحميرة كده خفيفة، وكان حلو قوي بصراحة، يعني اخده وش حلو جدا. هنبتدي بقى نطلع كده من الفراخ. شايفين بقى المكرونة بشاميل بالفراخ بجد تحفة، يا جماله بجد. ايه الجمال ده، والطعامة دي لازم تجربيها وتعمليها. بصوا هي سهلة جدا ومفيهاش يعني حاجات كتيرة كده وحاجة بصراحة تعقد يعني. لا ده سهلة جدا، وزي طريقة امهاتنا. لا بالعكس كمان ما كانوش بيحطوا فيها مرقة دجاج. ده مرقة الدجاج دي كمان من عندي، يعني ماما كانتش بتحط فيها بصراحة توابل كتيرة، وكانت بتبقى مفيش اطعم منها. فبصراحة لا حلوة جدا وخفيفة كده مش تقيلة، والاتنين بصراحة كانوا تحفة خالص. شايفين بقى الجمال. طبعا ما بقدرش امسك نفسي بقى وهي سخنة، وكانت فظيعة، لازم تتاكل وهي سخنة كده. هنا كده شايفين غسلت والحمد لله كان خلصت الغدا، والباقي حطيته على الصينية التانية في البايركس يعني، وعنته وغسلت المواعين زي ما انتوا شفتوا كده اول باول، علشان الحاجة ما تبقاش المواعين كتير كده في الاخر وموضوع يبقى صعب. تعالوا بقى نعمل مع بعض الكيكة بالبرتقال الخطيرة. هنا كده جبت القشر البرتقان بالشكل ده، حاولت ان انا اجيب الطبقة الخفيفة البرتقاني دي وضربتها كده في الكبة. طبعا بعد ما البرتقانة غسلتها كمان اديتها يعني شوية كده من الخل علشان تتعقم معايا واضمن ان هي تبقى نظيفة وزي الفل معايا. بعد كده جبت البرتقانة وعصرتها كويس جدا، بعد طبعا ما شلت القشر بتاعها الابيض وعصرتها وصفتها. بعد كده هنزل بكوباية من السكر، وطبعا البرتقانة عملت معايا كوباية. وكمان نزلت برشة بقى من الفانيليا وثلاث بيضات ونص كوباية كده من الزيت ومعلقة حلوة كده من بشر البرتقال. والفانيليا كمان كانت بطعم البرتقال كده وريحتها بصوا خطيرة. كانت برضو هي دي برضو من الأسباب اللي تخلي الريحة بتاعتها كويسة، وكمان بتدي برضو لون، فحلوة برضو جدا. وانتي بتعملي الكيكة بالبرتقال لازم برضو الفانيليا دي تحفة. بعد كده هنزل بالخليط بالشكل ده كده في بولة، وبعد كده هنزل بكوبايتين من الدقيق المنخول بالشكل ده، وهنقلبهم بقى كويس مع كيس من بيكنج باودر. هقلب. بصوا حاولوا كده ان يعني تقلبوا الدقيق والبيكنج باودر كده من على الوش زي ما انا بعمل كده، وبعد كده نقلبهم بقى كويس. وممكن كمان تحتاجي نص كوباية من العصير البرتقال، ده بيبقى حسب النوع بتاع الدقيق. تمام. هنا كده معايا زي الفل والقوام بتاعها حلو جدا جدا. بعد كده هجيب الصينية اللي هي البايركس دي الوسط، مش الكبيرة ولا الصغيرة، يعني على حسب. ولو عايزاها اعلى من كده تحطيها في الصينية الاصغر من كده هتبقى اعلى كمان. وبعد كده جبت مكعب من الزبدة وبدأت ان انا اعمل الصينية بالشكل ده. وبعد كده نزلت بالخليط بتاع الكيك بالشكل ده كده في الصينية، وهدخلها الفرن على درجة حرارة 180. هتقعد 35 دقيقة كده
وبرده ما ننساش نختبرها. وشايفين بقى الجمال، وعلى طول كده كل حاجة تبقى في الحوض نخلصها كده بسرعة عشان الحوض يفضل معانا نضيفه زي الفل. بعد كده طلعت معايا وبقت بالشكل ده، والريحة بتاعتها الجميلة الخطيرة خالص. هبتدي ان انا اقطعها كده. بحاول ان انا في الاول اقطعها يعني ايه مظبوط، اخد يعني ايه علامات كده، وبعد كده اقطعها بقى مربعات عشان تطلع معايا مظبوطة، المربعات كده شكلها متساوي. بعد كده جبت شوية من الجوز وبدأت ان انا اعمل في كل مربع بالجوز بالشكل ده. بصوا بقى هي كانت سخنة واخدت وادت كده مع الجوز والبرتقان، شرايح البرتقان اللي انا عاملاها. بصوا قطعتها بالشكل ده، يعني بتدي كده شكل حلو، وكمان ريحتها كانت جبارة بجد. يعني بصوا فنانة بجد، شكلها حلو جدا وعالية هشة وشكلها تحفة، وكمان ريحتها بقى ايه جبارة خالص. بس كده الكيكة بالبرتقال دي ماما بتحبها جدا، وهي كانت عندي حبيت برضو ان انا اعمل لها الحاجة اللي بتحبها. هي بتعشق كده الكيكة بالبرتقال، فحبيتها ان انا اعملها بالشكل ده كده، وان هي كمان تفتح نفسها وتبقى شكلها حلو كده. ماما حبيبتي تستاهل كل خير، وتستاهل اكتر من كده بكتير كمان. يعني دي حاجة بسيطة خالص كده اقدر اعملها لها. بس بصوا عشان معمولة بحب ومعمولة يعني ربنا اعلم انا كنت عاملاها ازاي، علشانها خاطرها وعلشانها هي بتحبها. طالعة معايا ازاي بالشكل ده، وريحتها وطرية جدا جدا. هنصب بقى الشاي وناخد بقى قطعة كده من الكيك، والقعدة بقى مع امي ما يتشبعش منها ابدا. بس كده هوريكم برضو الكيكة من جوه عاملة ازاي. شايفين اللون برضو من تحت خطيرة بجد، لازم تجربيها. وخفيفة كده يا بنات، مش مكتومة كده، لا حلوة جدا جدا رهيبة. بس كده اكون خلصت معاكم واروح اكل الكيكه الجميله دي مع امي، القعده الحلوه دي اللي ما بشبعش منها ابدا ابدا. وربنا يخلي لكم باباكم ومامتكم ويديمهم نعمه في حياتنا يا رب العالمين، ويرحم ابي اللهم امين. واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه علشان تنوروني وتفرحوني بوجودكم، وكمان تفعيل الجرس. واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، ومع السلامه.